السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير وكمان بحبكم كتير في الله. النهاردة يوم جديد بفناجين جديدة وابراج جديدة. النهاردة هنفتح طاقة فنجان اصحاب برج الاسد. اتمنى من الله الفنجان ينطبق عليكم كلكم، ولو اول مرة تشوفوا فنجانكم معايا اتمنى ان انتم تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل اشعار، وكمان تكونوا من ضمن اسرتنا، اسرة ام مازن في عالم الروحانيات. حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والشير الكتير في الفيس. اصحاب برج الاسد صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام بالصيغة اللي انتم بتحبوا تصلوا بها على النبي، ونقول بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك صلح، في هنا صلح يا جماعة، في هنا احضان يا جماعة، هنا في صلح في علاقة، في لقاء عاطفي مع حد انت بتحبه جدا، والحد ده كان في انفصال ما بينك وما بينه. شايفة لا ان انت والشخص ده هتقعدوا مع بعض وهتتكلموا مع بعض براحتكم خالص، ويمكن كمان تحطوا النقط على الحروف، وفي صلح عندكم في علاقات كتير على فكرة. ماشي، دي اول حاجة. الحاجة بقى التانية اللي هنا ظهر لي عند ايد الفنجان، ان انا شايفة ان انت متردد قوي قوي الفترة دي في موضوع شغلك، وزي ما تكون انت مش عارف تاخد قرار في الموضوع ده، اذا كنت تكمل في الموضوع ده او ما تكملش، اذا كنت تاخد خطوة او ما تاخدش. استخير ربنا في امورك وما تسيبش مواضيعك او امورك يا برج الاسد متعلقة. حاول ان انت يعني تنهي المواضيع كلها، ويعني المواضيع عندك لما بتبقى عايمة او بتبقى يعني مش واخد فيها قرار، على فكرة انت بتفضل تعبان يا برج الاسد، فخلي بالك من نقطة زي كده. في حد قريب منك يا برج الاسد انت قلقان عليه قوي، ممكن يكون عنده مشكلة، او ممكن يكون عنده تعب صحي، او ممكن يكون هو واقع في شيء انت عايز تطمن عليه، ممكن تكون خايف عليه يحصل له حاجة. الله اعلى واعلم، بس ان شاء الله باذن الله ربنا هيطمن قلبك عليه. عندك سفرية جايالك، عندك طاقة رزق وفلوس جايالك على فكرة، ان شاء الله مش طاقة واحدة بس، انت عندك مبلغين هتمسكهم في ايدك باذن الله. برج الاسد، انا عايزة اقول لك على حاجة، انت زي ما يكون قلبك موجوع او زعلان الفترة دي، زي ما يكون في حد زعلك، في حد جه عليك، في حد يعني خلاك الفترة دي انت مش طايق نفسك ولا طايق الناس اساسا. من الواضح ان انت الفترة دي كل اللي عليك ان انت عايز تبعد، وان انت يعني مقرر ان انت يعني ايه تبعد عن ناس كده كتير. الناس دي هي سبب في حزن، او سبب في زعل عندك، او سبب في عدم اكتمال فرحة ليك، او سبب في تعطيل شيء، او سبب في حسد وانت عارف ان هم جاي منهم حسد وحقد على فكرة. فانا على العموم شايفاك انت بتبعد الفترة دي، او هين عليك ان انت تهرب، هين عليك ان انت تطفش، هين عليك ان انت تسافر، هين عليك ان انت يكون عندك نقلة من مكان لمكان. في حاجات زي كده بتحصل عند ناس كتير منكم الفترة دي. انت عندك نقلة من مكان لمكان، عندك نقلة من عتبة لعتبة، عندك نقلة من بلد لبلد، عندك استعداد ان انت تغير الوضع اللي انت فيه، لان انت فاض بيك وزهقت وجرحت كتير وعانيك كتير، وشايفاك جايب اخرك يا برج الاسد. برج الاسد كمان انت اللي يخليك جايب اخرك قوي ان انت انضغطت كتير قوي زي ما قلت لك من ناس، وفي ناس كتير بتستفزك، وفي ناس كتير بتعمل تصرفات بتضايقك وبتعصبك، فانت خلاص مش قادر تتحمل الوضع ده، خرجت عن شعورك كتير. وللأسف لما انت بتخرج عن شعورك او بتتعصب، كمان الناس دي هي اللي بتلومك، وهي اللي بتقولك انت مش كويس وانت بتعمل غلط وانت وانت وانت. فانا شايفاك انت نفسيتك تعبت وفيك اللي مكفيك، فخلاص بتعمل حدود دلوقتي. وقف كده واقفة مع نفسك، بتقول نفسي ثم نفسي ثم نفسي، وابعد بقى عن الرابش ده كله. انا شايفاك انت بتعمل كده. شايفاك كمان
انت يعني زهقت قوي من امور كتير برضو بتتعطل معاك الفترة دي، فانت خلاص بتتجه اتجاه جديد او بتشوف طريقة جديدة ان انت تغير بيها الوضع اللي انت فيه او الحالة اللي انت فيها. وانا شايفة ان نفسيتك هتكون كويسة يا برج الاسد، وشايفة باللي انت بتعمله ده من تغيير في النفسية او في النمط بتاع حياتك او في وضع حياتك او في امورك، ان شاء الله هيعود عليك بالخير ويعود عليك بحاجة كويسة وحاجة هتفرحك. امورك كلها هتكون بخير على فكرة. لو عندك حاجة مش بتكمل بسهولة، لا هتكمل معاك، لان انا شايفاك انت بتعافر وبتجتهد على نفسك، وشايفاك بتحاول تخلص كل اللي عليك، وشايفاك كمان بتشوف يعني زي ما قلت لك طريق او اتجاه جديد بحيث ان انت تقدر تريح نفسك او تعمل استقرار لنفسك يا برج الاسد. وهتقدر يا برج الاسد من غير ما حد يساعدك، هتقدر على فكرة يا برج الاسد، لان انت عارف ان الناس اللي حواليك يعني ايدك منهم وللارض او للقبر زي ما بنقول كده. انت عارف ان الناس اللي حواليك كل اللي يهمها ان هي تعرف بس عنك كل حاجة، وكل اللي يهمها ان هي تشمت فيك، وكل اللي يهمها ان هي تضغطك، وكل اللي يهمها ان هي تيجي عليك. انت عارف ان في ناس كتير قدامك بكلام من وراك بكلام، وعارف ان في ناس كتير حواليك بتوع كيلو وقال كتير، وهم يعني في الجد او وقت ما بتعوزهم ما بتلاقوهمش. يعني كمان انت عارف ان في ناس بتاعت مصلحة على فكرة بس، وعارف ان في ناس متعمدة ان هي تكون في حياتك كنوع من انواع الطاقة السلبية بتديها لك، كنوع من انواع الخنقة بتديها لك، كنوع من انواع الحرب الباردة النفسية عليك. فانت ما شاء الله انت وصلت خلاص، بقيت عارف كل شيء، وبقيت مقدر قوي قوي نفسك يا برج الاسد، وبقيت عارف عدوك من حبيبك يا برج الاسد. برج الاسد انا شايفاك كمان ان انت في علاقة تعبان فيها قوي على فكرة، ورغم ان انت بتحب الشخص ده ورغم ان انت مدمن الشخص ده، بس العلاقة ما فيهاش استقرار، والعلاقة انا وقف شايفاك يمكن تقرر ان انت تبعد عن الشخص ده الفترة دي على فكرة. وده ليه بقى؟ لان العلاقة دي بيحصل فيها مشاكل كتير، لان العلاقة دي طول الوقت انت يعني بتغير على الشخص ده، وهو بيعمل حركات وبيعمل حاجات بتخليك تضايقك يا برج الاسد، وبتخليك تغير عليه، وحاجات بتنرفزك يا برج الاسد. فانا شايفاك عامة انت هتقرر ان انت تخرج من العلاقة دي، او يمكن الشخص ده هو اللي هيخرج من العلاقة دي يا برج الاسد، وهيبان على حقيقته ليك على فكرة. ودي هتبقى كسرة ليك، يؤسفني ان انا اقول لك كده، بس انا عايزة اقول لك وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فخلي بالك من نقطة زي كده، ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة لحد، ربنا بيبعد الوحش عننا يا برج الأسد. برج الأسد أقسم بالله العظيم وحلفانة تحسب عليه إن في ناس كتير بتراقبك، وناس لو هي عايزة تعرف عنك حاجة عشان خاطر توصل لناس تانية هي بعيدة عنك عايزة تعرف عنك أي حاجة. يعني ناس انت قررت تبعد عنهم أو قررت ان انت تبعدهم عنك. فخلي بالك الفترة دي من كلامك مع الناس اللي حواليك، وما تبقاش طيب زيادة عن اللزوم، وما يبقاش اللي هو ايه العفوية عندك، لان انت طيب وانسان عفوي وانسان بتحب تتكلم مش بيهمك اللي هو انا ما بخافش. لكن عايزه اقول لك اللي انت بتعمله ده بتجيب الاذى لنفسك، اولا بتجيب العين لنفسك، بتجيب الحسد لنفسك، بتجيب طاقه حسد كبيره وقويه عليك، بتخلي امورك كلها تقف وتتعطل وتخلي فرحتك ما تكملش، بتعمل تعطيل. فخلي بالك بتعمل تعطيل في كل شيء عندك انت، ماشي. وخلي بالك برضو لان هم اساسا ناس زي ما قلت لك، يعني ناس ما بيجيش من وراها غير الشر، ناس منافقه، ناس كدابه. بلاش تصدق اي حد الفتره دي، اللي يجي يقول لك اي حاجه ما تصدقوش، اعمل نفسك ان انت مصدق، بس انت ما تدخلش الكلام اللي هو بيقوله ده لجواك او لنفسيتك، او تصدقه ببصله حتى. مش هديك حتى بص اقول لك سعر حتى للكلام، لان الكلام اللي هيوصلك الفتره دي ملوش اي سعر يا برج الاسد. برج الاسد عندك فرصه شغل كويسه هتتعرض عليك، شايفه زي ما قلت لك عندك تغييرات حلوه جميله، سواء من ناحيه العمل، سواء من ناحيه الماديات في رزق جاي لك، سواء من ناحيه خطط انت عايز تعملها.
من ناحية المعاملة مع الأشخاص اللي حواليك، من ناحية خلاص بقيت تختار وبقيت عارف مين اللي هيكون معاك ومين اللي انت مقرر تبعد عنه على فكرة وتبعده عن حياتك. لأن زي ما قلت لك انت فيك اللي مكفيك وخلاص، انت بقيت عارف مين حبيبك ومين عدوك، وبقيت عارف ان انت لوحدك بطولك، بقيت تعافر وتجتهد عشان خاطر توصل للشيء ومحدش جنبك. كله كان كلام يا برج الأسد بيتقالك. ماشي. شايفة في فرحة حلوة في قلب الشغل، الناس كتير منكم تخص كمان ترقية على فكرة، او تخص زيادة مرتب. في حركة تنقلات عند ناس كتير برضو في قلب الشغل. في الشغل في امور كتير هتبسطك، في فرص كتير حلوة هتتعرض عليك، حاول ان انت تستغلها يا برج الاسد. برج الاسد شخصين بيتكلموا في حقك كلام كتير مش كويس مع شخص وبيقلبوه عليك. خلي بالك الفترة دي يا برج الاسد، خلي بالك، لان انت للاسف الشخصين دول كنت واكل معاهم عيش وملح. هما اللي خاينين وهما اللي غدارين. انت ما غلطتش في حاجه يا برج الاسد، انت كنت انسان صريح، لكن هما اللي نواياهم مش كويسه. بس باذن الله ربنا يديهم من جنس عملهم. الشخصين دول هيقلبوا شخص عليك، ويمكن يوقعوا ما بينك وما بين شخص انت في علاقه معاه، ويمكن يعني في خيانه عندك يا برج الاسد. يعني يؤسفني ان انا اقول لك كده، ان انت هتتعرض لخيانة من شخصين ومن الشخص الثالث كمان اللي هم هيوقعوه ما بينك وما بينه، لان هو المفروض ما يصدقش اي حاجة عليك والمفروض يتمسك بيك. برج الاسد خلي بالك من نفسك، لان انت عندك زيارة للدكتور. ممكن الفترة دي انت حاسس بتعب، او ممكن يعني هتحس لسه بتعب. في ناس كتير منكم بتصدع، في ناس كتير عندها تعب في العين. فيكم ناس بكيتوا يا جماعة، فيكم ناس تعب عليكم نفسيكم، فيكم ناس بكيتوا كتير قوي. بس الدمعة الغالية اللي نزلت منكم بإذن الله هيبقى بعدها في فرحة وفي خبر حلو هتسمعوه يا أصحاب برج الأسد. برج الأسد برضو ممكن يكون عندك تعب في المعدة الفترة دي، بس إن شاء الله هيكون عندك استشفاء. شايفة فيهم مناسبة حلوة انت هتحضرها، في سفرية كمان هتسافرها يا برج الأسد. فيكم ناس محتارين ما بين حاجتين ومش عارفين تقبلوا ايه وتسيبوا ايه، هتقدروا تقرروا، استخيروا ربنا في اموركم. التردد ده كان معاكم لوقت، بس انا شايفة ان الفترة اللي جاية هي فترة حسم المواضيع وامور كانت متعلقة عندكم كتير، وسبب ان هي كانت متعلقة كان في تأخيرات عندكم كتير اساسا وانتم اللي كنتم بتأخروا كل شيء على فكرة يا اصحاب برج الاسد. ده غير العين والطاقات السلبية اللي كانت مأخرة كل حاجة عندكم، ده غير الناس والضغوطات اللي انتم كنتم فيها. بصراحة انتم انضغطتوا بما فيه الكفاية. بصراحة يعني انتم الله يكون في عونكم يا اصحاب برج الاسد. برج الاسد ان عندك نصرة على اشخاص ظلمتك، وعندك نصرة على اشخاص جت عليك، وعندك نصرة في قلب قضية على فكرة شغلة بالك. وشايفة ان انت ان شاء الله باذن الله ربنا هيبعد عنك كل شر الفترة اللي جاية. في تغيير هتعمله في شكلك، في تغيير، ممكن شوبينج، هتجيب لبس جديد، ممكن ستايل جديد هتلبسه، في حاجة تخص تجميل عند بعض الطاقات منكم برضو. شايفة ان في اشخاص حواليك من العيلة او من لحمك ومن دمك للأسف خلي بالك منهم برضو، لان دول من ضمن الناس اللي هتضغطك ومن ضمن الناس اللي هتعصبك ومن ضمن الناس اللي هتضايقك. ما تحاولش الفترة دي تاخد كل الامور على اعصابك، حاول يا برج الاسد ان انت تكبر، حاول ان انت تعدي، هون على نفسك يا برج الاسد. استقبل كل البشورات اللي انا شايفاها لك في قلب الفنجان من خير ليك، استقبلها. خلي بالك يا برج الاسد، بعد الطاقات منكم انتم في علاقة معاكم شخص عينيه زيغة بمعنى الكلمة، متعدد بمعنى الكلمة، وهتكشفوا كده. ولازم تحرروا نفسكم من العلاقة دي وما تفكروش في الشخص ده، وعندكم دخول شخص جديد حياتكم احسن من الشخص ده مليون مرة. اديني بقول لكم اهو. ماشي. بحبكم كتير في الله يا اصحاب برج الاسد، يا رب يكون خير للجميع. الفنجان بتاعكم طاقته حلوة، طاقة تغيير. انت جاهز للتغيير؟ اهو كروت الملايكة بترد عليك.
انت جاهز، على فكرة انت جاهز للتغيير، انت جاهز لحياة جديدة تعيشها، في حاجة جديدة انت بتعملها لنفسك يا برج الأسد. في نيلوك، في نيلوك في الشكل، تغيير في الشكل، تغيير في النمط بتاع الحياة، تغيير في حاجات كتير قوي، حتى في سلوكك وفي التعامل مع الناس، وبقيت تعمل حدود. التعرف على الآخر، عندما تحكي تفاصيل ما بداخلك للآخر تتعمق قوة الارتباط. من الواضح ان في علاقة يعني مش قوية بمعنى أصح، محتاجين ان انتم تتعرفوا على بعض اكتر من كده وتاخدوا وقتكم. ممكن كمان يكون الشخص ده هو لابس قناع، فخلي بالك يا برج الأسد. ماشي يا برج الأسد، او انت اللي لابس قناع، او انت اللي مش صريح قوي مع الشخص ده، الله اعلى واعلم. بحبكم كتير في الله، حصنوا نفسيكم. ماشي، ومع الف سلامة حبايب قلبي.